السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا فيديو انا عامله لكم النهارده هو يعني نزل متأخر شوية. هنعمل مع بعض القطايف. طبعا طريقة القطايف سهلة جدا جدا وما بتاخدش يعني مش بتاخد مننا وقت نهائي والله، يعني هي بتعجبني جدا طريقتها، بتبقى سهلة بتعجبني يعني. فانا بصراحة عمري بقالي كام سنة مش بشتري قطايف من بره نهائي. حتى لو يعني مثلا ماما عايزت او حد او كده، هو ان انا بعملها يعني مش بشتريها خالص. زي ما شايفين كده انا عندي بندق، قلت اكسره. انا بحب احط المكسرات كلها زي ما وريتكم طبعا الفيديو بتاع السنه اللي فاتت بتاعي، ان انا بحب احط المكسرات كلها على بعضها. عندي زبيب وجوز هند و... وجبت كان عندي بندق، حطيت البندق عليها. بس طبعا الاول ان انا كسرته كويس علشان خاطر يبقى ايه، يعني ما يبقاش تخين كده جوه القطايف. بس وركنت كده الايه الخلطه بتاعتي. وهنا ده كان عسل، انا كنت عامله كنافه وايه وكان فايض منها. طبعا العسل انا بعمله مش بقلبه نهائي، عشان كده بيفضل معايا اكتر وقت مش بيسكر. اول حاجه بقى هنعملها في القطايف بتاعتنا طريقه سهله جدا جدا جدا. بص، اول حاجه كوبايتين دقيق. تمام، هنحط كوبايتين دقيق وهنحط عليهم كيس خميره. كوبايتين دقيق وعليهم كيس خميره، ماشي. وهناخد معلقه ممسوحه بيكنج باودر. هناخد معلقه ممسوحه بيكنج باودر، يبقى كده كوبايتين دقيق. وهنحط ذره ملح، وبصوا معلقه سكر. يعني ذره ملح، معلقه سكر، كيس خميره فوريه او وبتاع ده، كيس خميره فوريه ومعلقه بيكنج باودر ممسوحه وكوبايتين الدقيق. وكوبايتين الدقيق هناخد قصادهم كوبايتين ميه. بس احنا هنقلب طبعا المقادير كلها مع بعضيها. لو احنا واثقين في الخميره بتاعتنا خلاص هنحطها زي ما احنا حطيناها على الدقيق كده. لو انت مش واثقه ان الخميره بتاعتك هترتفع معاكي يعني ومش واثقه فيها، يبقى انت تعمليها على الايه، على اقفلي الباب. طيب اقفلي باب قبل ما بابا يطلع. تبقى انت تعمليها على تختبريها في ميه. تختبريها في ميه ومعلقه سكر، في كوبايه، نص كوبايه ميه ومعلقه سكر، وتسيبيها شويه كده لغايه ما تبدا تعمل فقاقيع كده. تحطيها على على الدقيق بتاعنا كده. طبعا انا حطيت الميه دافيه، اهم حاجه تكون الميه دافيه. حطيت كوبايتين الدقيق قصادهم كوبايتين الميه وبدات اقلب فيهم كده آه طب ماشي، وديها هناك. طيب خلاص ماشي. كوبايتين الدقيق عليهم كوبايتين الميه، وقعدت اقلب فيهم كده زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين ايه، بنقعد نقلبها كويس جدا جدا. اهو يا حبيبتي، اهو 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 اهو. يلا روحي. بصوا شايفين بقى، لازم تبقى العلامة العجينة عشان تبقى مظبوطة معايا، ان انت هتحطي ايدك كده اهو تطلع يعني عاملة علامة في صباعك. ما تبقاش عشان ما تبقاش خفيفة، انا مش عايزاها خفيفة. هبدأ ان انا اصفيها بقى عشان ميبقاش فيها اي تكتلات. وممكن نعمل اللي احنا عملناه ده في الخلاط، يعني ممكن نعمل الخطوات دي في الخلاط. طبعا ما نحطش عليها نشا ولا اي حاجه. ممكن الخطوات دي نعملها كله، نحطه في الخلاط ونضربه وبرده هنصفيه. هرجع اقول لكم تاني عقبال ما نصفيها. هنحط كوبايتين دقيق عليهم كوبايتين ميه. ميه تكون دافيه. كوبايتين دقيق عليهم كوبايتين ميه، عليهم كيس خميره فوريه او بس انا عشان انا عامله المج الكبير. يعني احنا ممكن تحطي، لو انت تعملي مج الشاي العادي، كوبايه الشاي العاديه دي، ممكن تحطي معلقه خميره كبيره وخلاص. انا حطيت كيس كبير لان انا عامله مج كبير. كوبايتين ميه عليهم كوبايتين خميره. هعيد لكم الطريقه دي. كوبايتين ميه عليهم كوبايتين دقيق، عليهم معلقه خميره، عليهم معلقه بيكنج باودر، معلقه سكر، ذره ملح. بس كده. وانا بدات ان انا سبتها تخمر، وسيبناها تخمر اهي زي ما انتم شايفين، وغطيت عليها طبعا صفيتها عشان التكتلات. انا بقى كده غطيت عليها، سبتها بتاع نص ساعه لان الجو اليوم ده كان حر جدا عشان تخمر. بس انتوا لو تاخدوا بالكم لما هي خمرت تقلت اكتر تاني. فلما تقلت اكتر، واخدين بالكم لما انا هاجي انزلها في الازازه احسها تقيله شويه. فانا زودت لها ربع كوبايه ميه. انا مرضيتش اقطع الحته دي علشان يعني لو حد برضو حصل مع الموقف يعرف ان هو يعني يعالج الموضوع يعني. الواحد بيحب يعمل حاجه بصراحه زي ما بتيجي معايا. بحب ان انا حتى لو حاجه فيها، روحي بسرعه، حتى لو حاجه فيها يعني لخبطه او حاجه، بحب ان انا اعرفها لكم برضو، عشان اكيد كلنا لازم يعني ساعات بنقف في مواقف كده في المطبخ. واخدين بالكم العجينه نازله تقيله ازاي؟ فانا قلت لا، انا عايزه العجينه اخف من كده شويه. فانا ايه، بدات انزل عليها اهي
نزلتها يعني، سبتها يعني، وبدات ان انا هزود عليها دلوقتي. هتشوفوا هنزل بس اللي في القمع دون، هنزل عليها ربع كوبايه ميه، يعني هو حوالي كان ربع كوبايه ميه، ما كانش اكتر من كده. بس يا حمزه حاولت نزلت عليها زي ما انتم شايفين ربع كوبايه ميه، لغايه ما حسيت العجينه مش خفت. انا عايزاها بصوا تقيله برضو، بس اللي هي ايه يعني، عارفين انا بفكها شويه لان هي طلعت تقيله جدا بعد ما خمرت. يعني احنا ممكن بس يا ملك، يعني احنا ممكن ان احنا نحط كوبايه يعني، لا انتوا خليكم المقدار زي ما هو كوبايتين، لان نوع الدقيق بيختلف. انا هنا نوع الدقيق معايا يختلف، واخدين بالكم هي تقيله نازله اهي، تقيله برضو بس نازله في القمع يعني اسهل. فهي ده اللي انا عايزاه، ان هي تبقى لا تقيله ولا خفيفه، بس هي لما خمرت تقلت. فعشان كده انا زودت ايه بتاع حوالي ربع كوبايه الميه الزياده دي. وخرمت ازازه، طبعا دي اسهل طريقه للقطايف في الازازه، لكن انا مش بحب الشفشه او المغرفه، انا مش بعرف اظبطها بالطريقه دي. هي الازازه بعمل لها خرم كده زي ما انتم شايفين من فوق، وبس ببدا بقى ان انا ايه اعمل في الطاسه على طول. هنا انا حاطه صينيه طبعا، وحاطه فوطه تحت، واحط فوطه فوقيها، لان لازم اول ما بنطلعها يعني بنسيبها تتهوى ثواني كده بس، وببدا اغطيها عشان ما تنشفش معانا. وهنا حاطه الجريلا بتاعتي اللي هي بعمل فيها الكريب. اي حاجه تكون تيفال انا بعملها على حاجه تيفال، بصراحه انا ما جربتش اعملها في حاجه المونيا نهائي. عندي الجريلا هي التيفال، فببدا ان انا ايه اسيبها تسخن كويس قوي. انا هي بوريكم ان انا كنت لسه مسيحه سمنه بلدي، ودي كانت المرطه بقى اللي طالعه منها وكده، فكنت لسه ما شلتهاش يعني، يا دوبك كنت لسه مفضيها في البطرمان. هنا بشوف بس الجريلا بتاعتي، فلقيتها سخنت قوي، فحاول يعني ايه اشيلها من على النار شويه بحيث ان هي ايه تهدى حبه، لان انا ولعت عليها كان بدري شويه وكانت النار عاليه سنه يعني. فانا هشيلها من على النار ثواني كده هون، وهبدا ارجع احطها تاني وننزل بقى نشوف القطايف بتاعتنا نعملها ازاي. طبعا انا ببقى مبسوطه جدا جدا ومستمتعه وانا بعمل القطايف دي بالذات، مش عارفه ليه. ببقى مبسوطه قوي قوي بيها بصراحه، بحس ان هي بتديني نتيجتها كويسه وبعمل حاجه في بيتي نظيفه، وقت ما بعوز بقوم اعملها على طول، مش بستنى بقى اشتري واعمل والكلام ده. وزي ما انتم شايفين هي مادام عملت الفقاقيع دي بقى العجينه بتاعتنا كده ناجحه، وما شاء الله العجينه مظبوطه جدا. و وبصراحه كل اللي انا عملتها له من قرايبي يعني، مش عملتها او من اهلي مثلا اخواتي او ماما او كده، مش عملتها ببيعها عملتها لهم يعني، عايزين قالوا لي اعمل لنا. بصراحه عجبتهم جدا جدا، احسن فعلا من بتاع بره. دي بتبقى سميكه شويه، وبتبقى طريه بصراحه، حلوه حلوه يعني مش هقول لكم حاجه، جربوا الطريقه وان شاء الله هتعجبكم. كده بدات بقى ان هي كده ورا بعض، هبدا ان انا ايه اقفلها هي اسويها ورا بعضيها، ما بتاخدش حاجه الجريلا دي عشان ما شاء الله كبيره، كان هي دي مقاس 30 تقريبا. بعمل فيها الكريب، دي بعمل فيها بس يا حمزه، بعمل فيها الكريب، فانا جايباها مقاس كبير، فما شاء الله واخدالي بص كام قطايفايه. 2 3 4 5 6 7 8، ان شاء الله بتاخد لي 8، يعني كوبايتين الدقيق او حتى لو نص كيلو دقيق مش ما بتاخدش معايا بصراحه نص ساعه، اقل من نص ساعه كمان بتكون استوت على طول. وطبعا كل ما بالعجينه بتقل من الازازه ببدا اكملها. ممكن انت تعملي في ازازه كبيره شويه، لا انا حابه الازازه الصغيره عشان اعرف اتحكم فيها اكتر كمان. ولما بتقل بقى بتنقص شويه ببدا اكملها. طبعا هنا عايزه اقول لكم هي من تحت متحمره حلو قوي، بس الصوره هي اللي ظالمه اللون بتاعها. الصوره ظالمه اللون بتاعها بصراحه، هي متحمره من تحت كويس جدا. وبدات ان انا اقفلها بقى، اكمل بقيه الكميه بتاعتي، وبدات ان انا غطيتها زي ما قلت لكم، اهم حاجه ان احنا نغطيها. وبدات كده ان انا احشيها بالخلطه اللي انا عاملاها. بصوا هي من الظهر بتاعها متحمره حلوه قوي، بس هي الصوره اللي ظالمه اللون بصراحه. انا هنا حبيت اقرب لكم شويه اوريكم شكلها ايه. كده هي الكميه بتاعتي ما شاء الله عملت لي كميه حلوه قوي قوي يا حمزه، عملت لي كميه ما شاء الله حلوه. انا بقى هحشيها بلح، ده بلح طبعا عجوه اللي هو طري شويه، مش طري مش البلح الناشف، لا ده تاخدوا بالكم طري، بلح عجوه سكري.
بدات ان انا احشيها بلح حلوه جدا جدا. لان انا هشيلها في الفريزر، يعني انا الكميه دي كلها كتير ان انا مش هعملها كلها في يوم واحد، انا هعمل بس حبه على قد ما هنستخدم، والباقي كله هبدا اشيله في اكياس او في علبه في الفريزر. وقت ما بنحب اطلعها بطلع منها على قد برضو ما اقليها وتبقى يعني طازه اول باول. لكن ما ينفعش نشيلها في الفريزر نهائي. مش هقول لك تاني بس مش هينفع اشيلها ما ينفعش نشيلها في الفريزر نهائي وهي قبل ما نحشيها، مش هينفع نهائي، ما بتنفعش يعني تشيل، لازم نحشيها كده. طبعا انا برضو مش يعني انا هوريكم سريع وانا بعد ما قليتها، علشان برضو انا يعني ايه اهي. بصوا هي سريعا يعني ما عملتش بقى زواق ليها ولا الكلام ده كله، لا هو ده كانت انا قليت، هو كان طبق كده بس على قدنا، فانا وريتكم اللي كان فيها البلح اهيا، والتانية اللي كان فيها الايه المكسرات. فجربوها وان شاء الله تعجبكم. كانت ناشفه على فكره، ما كانتش طريه خالص. واتمنى يكون الفيديو بتاعه عجبكم والطريقه تعجبكم، تجربوها وتقولوا لي في الكومنتات. وفي اخر الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان، يا مرحبا رمضان.